الست اللي قدامك في الصورة دي اسمها صباح، عندها 47 سنة. للأسف الشديد الشيطان قدر ان هو يتمكن من صباح وقدر ان هو يسيطر على تفكيرها لدرجة انه خلاها تعمل حاجات وكأنها مغيبة وهي مش دريانة هي بتعمل ايه، وكل ده عشان خاطر ان هي تشبع رغبتها الجنسية، لحد ما انتهى بيها الامر لأبشع نهاية ممكن تتوقعها في حياتها. ظلمت نفسها وظلمت كل اللي حواليها معاها، وكل ده بسبب لحظة شيطان دمرت حياتها وخلت سيرتها تبقى على كل لسان. يا ترى ايه اللي حصل لصباح وايه الحاجة الخطيرة اللي خلت نهايتها تبقى بالبشاعة دي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في فيديو النهارده. يلا بينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ عايزك تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، تذكر الله وتقول لا اله الا الله. انا محمود طارق وده برنامج في المستخبي. بتبدأ حكايتنا في مدينة الاسكندرية عروسة البحر المتوسط، بالتحديد في منطقة المنتزه. تعيش صباح اللي عندها 47 سنة مع جوزها اللي كان أكبر منها بحوالي 15 سنة، يعني كان تقريبا في حدود 62-63 سنة. جوزها ده كان بيشتغل تاجر أدوات منزلية. جاء القدر إن هم ما يخلفوش وربنا ما يرزقهمش بأي أولاد. تفضل الأمور ماشية طبيعية وكويسة لحد سنة 2019، يعني تقريبا كده من حوالي 6 سنين. صباح ابتدت ان هي تحس بالملل في حياتها، خصوصا ان على طول جوزها كان بيبقى بره بحكم شغله. حتى لما كان بيرجع البيت كانت صباح بتطلب منه ان هو يقيم معاها العلاقة الزوجية. للأسف ما كانش بيقدر ان هو يلبي احتياجاتها الجنسية بالشكل اللي كان يرضيها، بركة يعني زي ما بيقولوا. ده طبعا كان بحكم سنه. الموضوع ده كان عامل لصباح أزمة نفسية وسايب عندها فراغ عاطفي كبير جدا. فتعمل ايه بقى صباح علشان تكسر الملل اللي هي عايشه فيه ده؟ للاسف ابتدت ان هي تلجأ لوسائل التواصل الاجتماعي، لحد ما في يوم من الايام اتعرفت على شاب عن طريق الفيسبوك. الشاب ده كان عنده 30 سنه ومن محافظه الجيزه، بالتحديد من منطقه أسيم. ابتدوا ان هم يتكلموا مع بعض الفتره. ابتدت صباح ان هي تحكي له عن حياتها وتحكي له عن جوزها وقد ايه هي عايشه معاه في كبت وفي ملل، وقد ايه هي حاسه معاه بفراغ عاطفي لانه باختصار مش قادر يلبي احتياجاتها الجنسيه. طبعا الشاب استغل الموضوع ده، ابتدى هو كمان يحكي لها ان هو كمان بيعاني من نفس الموضوع لانه باختصار مش قادر يتجوز لحد دلوقتي. وبعد كده عرفها على 2 زمايله وابتدوا هما الاربعه يتكلموا في شات جماعي على الفيسبوك كل يوم، لحد ما في يوم من الايام صباح طلبت منهم ان هما يقيموا معاها علاقه جنسيه هما الثلاثه. ابتدت تقول لهم ان هي تعبانه وان محدش هيقدر عليها والكلام اللي انتوا عارفينه ده، واتفقت معاهم ان هي هتروح لهم الجيزه وهتقابلهم هناك. طبعا ال3 شباب ما كدبوش خبر، وبالفعل صباح تستغل سفر جوزها لانه كان رايح يجيب بضاعه للمحل بتاعه، وتحضر شنطتها وتروق نفسها وتطلع على محطه القطر، ومن هناك تركب القطر اللي رايح الجيزه. واول ما وصلت صباح المحطه طبعا لقت ال3 شباب واقفين في انتظارها، ويروحوا جايين واخدينها من المحطه وطالعين بيها على محل كباب وكفته، جايبين الاكله المتينه من عنده. بعد كده يطلعوا على محل الخمور يجيبوا من عنده كل المشروبات اللي هيحتاجوها والمزه لزوم السهره، وبعد كده ياخدوها ويطلعوا بيها على الشقه. اول ما بيوصلوا الشقه صباح تخش تغير هدومها وتخش جري على الحمام تاخد الدش بتاعها الجميل علشان تطلع لهم بره تلاقيهم قاعدين ومحضرين لها القعده. طبعا قعدوا يتعشوا وفضلوا ان هم يشربوا ويسكروا ويرقصوا ويعملوا كل حاجه هم عايزينها. وفجاه وهم في عز انبساطهم يقوم شاب من ال3 يشيل صباح ويدخل بيها على الاوضه. تخيل بقى معايا شاب عنده 30 سنه محروم جنسيا واخد منشطات وشارب ودماغه عاليه قوي، يقع مع واحده هي كمان محرومه جنسيا وجوزها مش قادر ان هو يلبي احتياجاتها الجنسيه. تخيل دول لما يتقفل عليهم باب اوضه واحد هيعملوا ايه مع بعض؟ انا عايز اقول لك ان الاوضه كانت اشبه بحلبه المصارعه، خصوصا ان لسه في 2 شباب قاعدين بره مستنيين كل واحد يخش ياخد دوره، فطبعا كل واحد عايز يثبت لها ان هو احسن من ال2 التانيين. فضلوا قاعدين مع بعض في الاوضه حوالي ساعه، وبعد ما بيخلصوا صباح اللي كانت بتقول لهم انا عايزاكم انتوا ال3 وان محدش هيقدر عليا، طالعه من الاوضه حرفيا مش قادره تقف على رجلها. طبعا بتخش تاخد الدش بتاعها الجميل وتغير هدومها تاني، وبعد ما بتطلع بيبتدي الشاب التاني يطلب منها ان هم يخشوا الاوضه هما ال2 علشان ياخد دور. طبعا صباح كانت تعبانه جدا من اللي حصل لها مع الشاب الاولاني، فطلبت منه ان هم يستريحوا شويه، وبالفعل قعدوا شويه وفضلوا يشربوا تاني ويرقصوا لحد ما الشاب قام وراح شايلها برضه هوب وداخل بيها
على الاوضه. برضه نفس الكلام بيتكرر، شاب عنده 30 سنه مش متجوز وعنده طاقه جنسيه رهيبه جدا، لما الشيطان يجمعه بواحده زي دي تخيل هيعمل فيها ايه. وبرضه خصوصا ان في شاب دخل قبله ولسه في شاب هيخش بعده، فطبعا عايز يثبت لها ان هو اجمد منهم هما الاثنين. بالفعل يطلع الشاب كل اللي عنده، يقضي معاها ليله من 1000 ليله وليله، لحد ما صباح جت في اخر العلاقه من كتر النشوه الجنسيه والعنف اللي تعرضت له اغمى عليها. فضل الشاب حوالي 10 دقايق يفوق فيها، لحد ما فاقت صباح وقالت له ان هي فعلا مش قادره، وطلبت منه ان هم يبطلوا يريحوا شويه لحد كده. بعد ما ريحوا يطلعوا هما الاتنين تاني من الاوضه، وصباح تخش تاخد الدش بتاعها الجميل تاني وتغير هدومها، ولكن المره دي مقرره ان هي مش هتقدر تعمل اي حاجه تاني النهارده، لانها فعلا كانت اتعرضت لعنف جنسي كبير جدا. ولكن للاسف لسه في شاب تالت مستني، هل هيسيبها ويعدي الليله كده بالساهل من غير ما ياخد دوره هو كمان؟ طبعا الشاب التاني لما طلع حكى لاصحابه على اللي حصل، وقال لهم ان صباح اغمى عليها وهم في وسط العلاقه، وطلبوا من الشاب التالت ان هو ما ينفذش معاها اي حاجه تاني النهارده. ولكن الشاب رفض وقال لهم زي ما انتوا خدتوا دوركم لازم انا كمان اخد دوري. لما صباح طلعت من الحمام لقت الشاب واقف مستنيها على باب الحمام، وراح شايلها برضه وداخل بيها على الاوضه. طبعا صباح فضلت تقول له لا وكفايه اللي اصحابك عملوه معايا النهارده، وان هي فعلا مش قادره تعمل اي حاجه. ولكن الشاب كان لا حياه لمن تنادي، كان مغيب من كتر الشرب ومش شايف اي حاجه قدامه حرفيا. كل اللي يعرفه انه لازم ينام معاها وياخد دوره هو كمان. خدها ودخل الاوضه، ولكن المره دي كانت تختلف تماما عن المرتين اللي فاتوا، لان المره دي كانت اشبه فعلا باغتصاب لصباح، لانها كانت نايمه معاه غصب عنها وهو مش شايف اي حاجه قدامه غير ان هو عايز يفرغ طاقته الجنسيه وبس. فضل الشاب شغال بعنف كبير جدا. صباح اتحول عندها الموضوع من الاحساس بلذه جنسيه لألم جسدي رهيب جدا مش قادره انها تتحمله. كل ما تطلب منه ان هو يوقف العلاقه هو مش بيسمع لها نهائي. فجاه وفي نص العلاقه صباح عينيها تغرب وتقلب، ونن عينيها ده يختفي خالص من جوه، مبقاش باين من عينيها غير البياض وبس. فجاه ابتدت ان هي تطلع ريم ورغاوي من بقها، مره واحده قطعت النفس. طبعا الشاب لما شافها كده ولقاها انها مش بتنطق وقف فورا اللي كان بيعمله وحاول ان هو يفوق فيها، ولكن للاسف كان السر الالهي طلع جري لاصحابه بره وقال لهم الحقوني علشان صباح مش بتنطق. دخلوا هم كمان حاولوا ان هم يفوقوا فيها، وحاولوا ان هم يرشوا عليها ميه على امل ان هي ممكن يكون مغمى عليها زي المره اللي فاتت، ولكن لا حياه لمن تنادي. صباح ماتت. بعد ما اتاكدوا ان هي ماتت فضلوا يقولوا لصاحبهم ان احنا حذرناك وقلنا لك بلاش تعمل معاها حاجه، انها فعلا ما كانتش قادره بس انت اللي ما سمعتش الكلام. قعدوا طبعا يفكروا هيعملوا ايه دلوقتي وازاي ان هم هيتخلصوا من الجثه. راحوا جايين ملبسينها هدومها، اخدوا منها موبايلها وبطاقتها وكل حاجه معاها تثبت شخصيتها علشان طبعا محدش يقدر ان هو يتعرف عليها. وراحوا جايين لفينها في ملايه وطالعين بيها راميينها في منطقه زراعيه بره منطقه أسيم خالص، ظنا منهم ان هم كده هيقدروا يبعدوا عنهم الشبهات. ويصبح الصبح تاني يوم والناس طبعا ابتدت ان هي تروح شغلها، يتفاجئ عامل نظافه وهو بينظف المنطقه ان في ملايه مرميه في مكان بعيد وشك ان هي فيها حاجه، وبالفعل ابتدى يقرب لها وبعد ما فتحها لقى فيها جثه صباح. بسرعه راح جاي مبلغ رجال الشرطه، وبسرعه تنتقل قوه من مركز شرطه أسيم لمكان الحادثه علشان يلاقوا جثه واحده في اواخر الاربعينات من عمرها وهي بكامل ملابسها. طبعا خدوها وابتدوا التحريات، ابتدوا ان هم يدوروا على اي خيط يعرفهم مين دي ومين اللي عمل فيها كده وايه السبب ورا الجريمه دي. وبعد تحريات كتير قدر ضباط المباحث ان هم يوصلوا لحد من اهالي المنطقه، وقال لهم ان في 3 شباب جم رموها بالعربيه بالليل، ولكنه ما كانش قادر ان هو يحدد ملامحهم. طبعا ابتدى رجال الشرطه يفرغوا جميع الكاميرات اللي موجوده في المنطقه لحد ما بالفعل قدروا ان هم يوصلوا لواحد من ال3. طبعا بعد ما جابوه ابتدوا ان هم يواجهوه بالموضوع. طبعا انكر في الاول، ولكن لما ضيقوا عليه الخناق
انهار واعترف بكل حاجه، واعترف ان هي جات لهم مخصوص من اسكندريه، وان هي اللي طلبت منهم ان هم يعملوا معاها كده، ان هي ماتت من كتر اللذه الجنسيه، ولكن فعلا ما كانش حد قاصد ان هو يموتها. وبالفعل النيابه وصلت لجوزها وطلبوا منه ان هو يجي يستلم جثتها، ولكن هو رفض. بعد ما القضيه تاخد مجراها، الثلاث شباب كل واحد يتحكم عليه ب10 سنين سجن، وبكده تتقفل القضيه وتموت صباح على سوء خاتمه والعياذ بالله. ومن هنا لازم نعرف ان اوقات كتير الشيطان ممكن يهيئ للبني ادم حاجات ممكن تبان في الاول انها عاديه، ولكن لما رجله بتغرز كل حاجه بتتقلب في لحظه، ممكن والعياذ بالله يموت على سوء خاتمه زي ما حصل مع صباح. من هنا كلنا لازم ناخد بالنا من افعالنا، ونتاكد تماما ان المشي البطال لازم هتكون اخرته سود. ربنا يا رب يحفظنا ويحفظكم ويبعد عنا وعنكم كل شر. لحد هنا بيكون فيديو النهارده خلص. اشكركم جدا على حسن استماعكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.